السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي التهدئة أنا قايلة، أنا المتكلم سيد أحمد المحمد الحيمد، قايلة على الرجل الشهم الدكتور أحمد البابو العلال الملقب ليلي. قلت له اللي يعطي من مال حلال مع طوافي ما هو تشلال، واللي يفرح وقت الزقال بالمعطى والمد العجلان، سند الضعف وسند الفصال معاد الطماع التدقان وتقادي الأقوال والأفعال في السترة والمد الكلشان. ذاك مجار أحمد علال العربي الغليظ المصان المعلوم الغوث في لال داروكة القبيلة في الشام، وكبر الخيم التلاد الجال أحمد من علال على شام. خيمة دهك وكرم وتعدال وركيزة القبيلة في المان وركيزتها في الشر حلال، خيمة الحقة في الميدان عمايرهم يوم التكحال تصدق في الراس وفي المسلان. ومتان اللي كان سحال الحالة العلال، متان واحد منهم لفات الشال على صربية صرهران، خيمة شجعان قبالة أبطال يوم الشر الفيش لهم كان. حد تعزراهم ما يبال وحد تولاهم ما ينهان، وأحمد باشت كان وأحمد باشتهم كان قالوا الهيداني سوت سولان، من هو راجل كيف أحمد والعلال مبين الفتيان، كيف تعدال وكيف مد وكيف خيم وما أعطى عجلان. والخيم وقلوط بناد الكبار للدرجة الأجواد، خيمة شان مولف أولاد بالله حسبة العرب العيان الشجعان اللي ما تنهاد، يوم الطيش عدوها ينهان والتاريخ ملي ينعاد محفوظ ولا يمرق الأذهان. وعلى هذا تشهد وشهاد حسان ويحيى من عثمان غير ملي ساعة المقاد، طامعهم مستبشر غرحان وملان من الخير اليوم مادي الشمال اللي ما هو كسحان يبلهم للمعطى تنقاد. وبقرهم وقنمهم توقان والدرجة درجة زاد أولاد بالله من قديم الزمان، حد معاهم داير لعنات لكن لا ما عادوا لكان، وعليهم مجد يا المجاد وعليهم هيدان يا الهيدان. وأحمد هو درجتهم زاد والدرجة ما تقدر تنهان، من هو راجل كيف أحمد والعلال مبين الفتيان، كيف تعدال وكيف مد وكيف خيم وما أعطى عجلان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.